أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس النحو العربية. اللغة العربية بحر واسع من القواعد والأساليب التي تجعلها أكثر بلاغة وجمالا. ومن بين هذه القواعد مهمة التي سنتناولها اليوم إن شاء الله ربي معكم هي حذف المبتدأ وجوبا. قد تتساءلون في تعليقاتكم متى يحذف المبتدأ وما الأسباب التي تجعلنا نحفظه وجوبا من الجملة. إن شاء الله ربي في هذا الفيديو سنشرح لكم المواضع التي يحدث فيها هذا الحذف. إن شاء الله تابعوا معنا مع الأمثلة التوضيحية تسهل عليكم الفهم القائد وتطبيقها في كتاباتكم وحديثكم اليومية. تابعوا معنا إن شاء الله ربي للنهاية، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله ربي من دروس النحو المبسطة. الآن لنبدأ رحلتنا مع حذف المبتدأ وجوبا. حذف المبتدأ وجوبا. ما هي الشروط؟ يحذف المبتدأ وجوبا في 4 مواضع. أكرر ذلك، يحذف المبتدأ وجوبا في 4 مواضع. الموضوع الأول: إذا كان الخبر مسئرا بالقسم. إذا كان الخبر مسئرا بالقسم إنه تقول في ذمتي لأحاولن مساعدتك. في ذمتي لأحاولن مساعدتك. أو تقول في عنقي لأكتمن الشر. في عنقي لأكتمن الشر. أو علي لأتبعن نسحك. إن شاء الله ربي هذا هو الموضوع من المواضيع 4. الموضوع الأول: إذا كان الخبر مشئرا بالقسم. هذا هو الموضوع الأول. ثانيا: إذا كان الخبر للمبتدأ نعتا مقطوعا لإفادة المدح أو الذم أو الترحم. تقول آمنت بالله الواحد. آمنت بالله الواحد. الواحد هو خبر لكن مبتدأ محذوف تقديره هو الواحد. أو تقول ارحم الفقراء البائسون. ارحم الفقراء البائسون. البائسون هو خبر لكن المبتدأ محذوف تقديره هم البائسون. هو الواحد هم الباعثون. ثانيا: إذا كان الخبر للمبتدأ نعتا مقطوعا لإفادة المدح أو الذم أو الترحم. ثالثا إن شاء الله إذا كان الخبر مبتدأ مصدرا نائبا عن فعله. تقول نهدة مباركة تحية خالصة. نهدة مباركة تحية خالصة. لكن نهدة مباركة تقديرا نهدتنا نهدة مباركة تحيتي تحية خالصة. فحذفت النهدتنا هو مبتدأ فحذف فبقي نهدة مباركة. تحيتي هو المبتدأ فحذفت وبقي تحية خالصة. هذا هو الثالث. رابعا، النقطة الرابعة: إذا كان الخبر إذا كان المبتدأ تدل على إذا كان الخبر مخصصا نعمة أو البئس. تقول نعم الفنان الباسم
أو تقول بئس الخلق الرياء. نعم الفنان باسم. الباسم هو خبر للمبتدا محذوف تقديره هو الباسم. نعم الفنان هو الباسم. بئس الخلق الرياء تقديره الرياء هو الخبر للمبتدا محذوف تقديره بئس الخلق هو الرياء. هو الرياء. إن شاء الله ربي سنتكلم عن إعراب هذه الجملة، لكن في الشرح إن شاء الله ربي أفسر لكم. تأمل الأمثلة الطائفة الأولى، تجدها مبدوءة بما يسئر بالقسم. أولا، بدليل الدخول اللام على المضارع في كل مثال منها. لأحاولن دخل فيه اللام القسم، لأحاولن، لأكتمن، لأكتمن، لأحاولن. إذا تعملت قد دخل فيها يعني اللام القسم، لأحاولن، لأكتمن. وفي المثال الثاني لكن وحكم الألفاظ المسئرة بالقسم هذه أنها أخبار للمبتدأ محذوف وجوبا، فالألفاظ المسئرة بالقسم هي في ذمتي، في أنوخي، من الجار والمجرور في محل الرفع، أخبارا للمبتدأة محذوفة وجوبا تقديرها يمين في ذمتي، أو قسم في ذمتي، يمين في أنقي، أو قسم في أنقي، فحذفت القسم ولا يمين. المثال الثاني، لكن الطائفة الثاني، إذا نظر في كلمات الواحد البائسون، تجدها صفات وإنها لم تتبع موصوفاتها بالله الفقراء في الإعراب، فقد قطعت عنه وجاءت مرفوعة، فالصفة تقطع عن موصوفاتها إذا كان ذكرها غير الضروري لتعيين الموصوف، وذلك لإفادة المدح كما في المثال الأول آمنت بالله الواحد، أو الترحم كما في المثال الثاني ارحم الفقراء البائسون. لكن وتعرب الصفة مقطوعة حينئذ خبرا للمبتدا محذوف وجوبا تقديره في المثال الأول هو الواحد، وفي المثال الثاني هم البائسون. الواحد خبر للمبتدا محذوف تقديره هو الواحد، البائسون خبر للمبتدا محذوف تقديره هم البائسون، فحذفت المبتدا. لكن انظر إلى أمثلة الطائفة الثالث، النحدة المباركة. النحدة المباركة ترى في أول كل منها مصدرا جاء به بدلا من الفعل، فلفظ نحدة مصدر جاء به بدلا من الفعل، إذا التقدير نهدنا نحدة مباركة، نهدنا نحدة مباركة. وتحية مصدر جاء به بدلا من الفعل، إذا التقدير أحييك تحية خالصة، أحييك تحية خالصة. لكن غير أن هذه المصادر جاءت مرفوعة بعد حذف الأفعال وجوبا ليكون كل مصدر خبرا للمبتدأ محذوف، فتنشأ جملة الاسمية جديدة تكون أقوى وأجمل في تعدية المعنى من الجملة الفعلية، وعلى ذلك تكون كلمات نحدة تحية أخبارا للمبتدأة محذوفة وجوبا تقديرا في الجملة الأولى نحدتنا نحدة مباركة، في الثاني تحيتنا تحية خالصة، فحذفت المبتدا هو نحدتنا نحدة مباركة.
تحيتنا تحية خالصة. هذا هو المبتدأ محذوف. لكن تأمل على أمثلة في الطائفة الأخيرة، تجد الأساليب بعدها يراد بها المدح كما في مثال الأولين، ويراد بعدهما الآخر على الذم كما في مثال الثاني. لكن خذ الأمثال الأول، تجد فيه نعم الفنان الباسم، وهو فعل الماضي جامد يفيد المدح. فقد رفع الاسم الذي بعده، نعم الفنان ترفع على فاعلية. أما الاسم الآخر وهو الباسم فمخصوص بالمدح، أي أن المدح وقع عليه، وهذا المخصوص يعرب خبرا للمبتدا محذوف وجوبا. تستطيع أن تقدره في هذا المثال فتقول نعم الفنان هو باسم. وفي مثال الثاني على كل حال بئس الخلق الرياء، هكذلك تعرب هذه الأمثلة مثل هذه المثال الأول. لكن بئس الخلق الرياء، بئس الخلق وهو فعل الماضي جامد يفيد الذم، وقد رفع الاسم الذي بعده على الفاعلية أيضا. أما اسم المرفوع الآخر الرياء فمخصوص بالمدح، ومخصوص بالذم كالمخصوص بالمدح يعرب خبرا للمبتدا محذوفا وجوبا. وبإمكانك تقديره في هذا المثال فتقول بئس الخلق هو الرياء، فحذفت هو، بئس الخلق هو الرياء. إن شاء الله سنحاول في إعراب هذه الجملة. تقول في ذمتي لأحاولن لمساعدتك. في حرف جر، ذمتي مجرور بفي، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. ذمة مضاف، والياء متكلم مضاف إليه في محل الجر، والجار والمجرور في محل رفع خبر، والمبتدا محذوف وجوبا تقديره يمين أو قسم، والجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدا محذوف وجوبا تقديره يمين أو قسم. لأحاولن اللام لام تأكيد أو اللام القسم. أحاول فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بالنون التوكيد الثقيلة، والنون للتوكيد، وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. مساعدة مفعول به منصوب بالفتحة، مساعدة مضاف، والكاف مضاف عليه في محل الجر. لكن في أنقي لأكتمن السر هكذا. في حرف جر أنقي جار مجرور بفي، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. أنقي مضاف والياء متكلم مضاف إليه في محل الجر، والجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدا محذوف وجوبا تقديره يمين في أنقي أو قسم في أنقي. لأكتمن اللام لام التأكيد أو لام القسم. أكتمن فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والنون نون التوكيد، وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. السر مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. آمنت بالله الواحد. آمنت فعل فاعل، آمن فعل الماضي، والتاء ضمير فاعل مبني على الضم في محل رفع. بالله جار مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الواحد
خبر للمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو الواحد. هو الواحد. ارحم الفقراء البائسون. ارحم الفقراء البائسون. ارحم فعل الأمر مبني على السكون. ارحم فعل الأمر مبني على السكون، ولكن وجاءت الكسر لالتقاء الساكن عند ارحم الفقراء. ارحم فعل الأمر مبني على السكون، وجاءت الكسر لالتقاء الساكنين، وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فقراء مفعول به منصوب بالفتحة. البائسون خبر للمبتدا محذوفا وجوبا تقديره هم البائسون. هم البائسون. البائسون خبر للمبتدا محذوف تقديره هم البائسون. نهدة مباركة تحية خالصة. نهدة مباركة. نهدة خبر للمبتدا محذوف تقديره نهدتنا نهدة مباركة. نهدة خبر للمبتدا محذوف تقديره نهدتنا نهدة مباركة. نهدة خبر، مباركة نعت للنهدة، والنعت مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تحية خالصة هكذلك. بئس الخلق الرياء. بئس الخلق الرياء أو نعم الفنان الباسم. نعم الفنان الباسم. بئس الخلق الرياء. بئس فعل الماضي جامد يفيد الضم. بئس فعل الماضي جامد يفيد الضم. الخلق فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الرياء خبر للمبتدا محذوف وجوبا تقديره بئس الخلق هو الرياء. بئس الخلق هو الرياء. ملاحظة: يؤرب مخصوص بالمدح أو الذم، مبتدا مؤخرا عيدا وجملة قبله في محل رفع. النعم الفنان الباسم. نعم فعل الماضي جامد يفيد المدح. نعم فعل الماضي جامد يفيد المدح. الفنان فاعل مرفوع بالضمة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. لكن باسم خبر للمبتدا. باسم خبر للمبتدا مرفوع. خبر للمبتدا مرفوع وعلامة رفعه، وخبر للمبتدا محذوف تقديره هو الباسم. هو الباسم. تقديره هو الباسم. هذا هو الإعراب. نعم. نعم الفنان الباسم. نعم فعل الماضي جامد يفيد المدح. الفنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. باسم خبر للمبتدا محذوف وجوبا تقديره نعم الفنان هو الباسم. نعم الفنان هو باسم. هكذا هو إعراب المبتدا، لكن حذف المبتدا وجوبا. إن شاء الله ربي سنواصل معكم في الدرس المقبل إن شاء الله ربي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.